السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة مقروض بسيطة جميلة، مش معقدة. شكلها بيكون جنين. هنا المقروض بعد ما طاب شكل جنين بسيط. في الأول نحضروا العسل متاعها، لأن باش لما يكون المقروض طاب على طول نصبوا عليه العسل، يكون عسل بارد والمقروض يكون سخون طالع من الكوشة. مقداري هنا درت 4 طواسي سكر وضعف مية 8. طبعا النكهة بقرفة حلوة، القرفة تعطي بنة جميلة للعسل. المقدار هذا أخذي مني نص ليمة صغيرة. على العموم أنا نقدر نزبط أني الهواء البخار اللي طالع نقعد نشمه. لو قدرت نستشعر ريحة الليم معناها ليمة كفاية يعني. نحضر التمر، ندير له شوية قرفة، شوية جلان طايب محمس، بشوية زيت طبعا باش يساعدني اني نقدر ندير معصم التمر هذا، ونقعد نبرم فيه حسب كل واحد ذوقه. في ناس تحب التمر بيكون مقداره هلبة في المقروض، وفي ناس ما تفضلاش. حسب رغبتك تغلدي التمرة أو تخليها متوسطة أو رقيقة. لازم الزيت، لأن الزيت هو اللي بيبرم لي المعصم كويس. يكون جاهز. نحضره توا مكونات المقروض. هو سمدينة ودقيق، مقدار صغير، بيكون طاستين سمدينة ناعمة مع طاسة دقيق. نقدر نضاعفه طبعا حسب ما نبي. أنا بالنسبة لي نستعمل له في شوية بيكنج بودر. المقدار هذا بسيط، مجرد ربع كشيك صغير بيكنج بودر. لازم نخلط المكونات كلها مع بعضها، تمتزج الدقيق والبيكنج بودر والسمدينة. السمدينة تكون ناعمة. نخلطها كويس، يمتزجوا كل المكونات. نفوحة المقروض بشوية سمن، نكون سمن عندي مدايب، مقدار هذا صغير، خذ مني كشيك كبير سمن. نحرك المكونات تاني. شوية زيت زيتون، أنا نحب ندير شوية زيت زيتون ينكه نفس الشيء. نخلطهم مع بعض باش يمتزجوا كلهم السمن والزيت الزيتون. زيت زيتون يعطي شوية هشاشة للمقروض حلو وبنته حلوة. بقيتها نكمله بالزيت النباتي. هنا المقدار الزيت كيف نزبطه؟ نقعد نصب بشوية ونخلط، نصب بشوية. أنا من نوعين ما نفضلش إن نكتر له زيت، باش لما يطيب ما يبداش زي ما تقول نتبند بنة زيت، وخاصة زيت يخش للكوشة تحسي إنه بيطلع بنة شوية. نبدأ شن ندير، ناخد شوية من العجينة ونحط نكركبها في إيدي، نكركبها وناخد نحذفها نفسها في العجينة. إذا كانت قعدت متماسكة ما تفتتتش معناها زيتها كفاية، ما يحتاجش زيادة. ناخد مجموعة من السمادينة زي ما قلنا العجينة ونكركبها في إيدي، ونبدأ نخبطها فوق لوطة فوق لوطة ونحذفها نفسها في الصينية. لو ما تفتتتش معناها خلاص إن كميتها كويسة. بحكم إن المقدار هنا صغير بسيط، محتاجتش إني نجيب صينية تانية ونبدأ نشكل المعصم. مقدار صغير قسمته بين زوز. ناخذ مية ونحط فيها مية عطر، ما عنديش مية مع روح العطر. روح العطر البنن حلو لأنه مركز. المية منكترش، زيادة المية هي واحد من الأسباب اللي تخلي المقروض يابس. نبدأ نصب ونفس الشيء أنا ما نعجنش، ما نقعدش نعجن فيها كأنها
كأنها عجينة يعني، مجرد اللمة. نقعد شفت نحرك فيه هيك ونضغط عليه بإيدي بشوية باش نظبط ميتي كويسة ولا لا. أنا نحطها طبعا هنا نحط على اللوحة هذه ميتة كفاية، مجرد التمت معاي العجينة من غير ما انها تكون رطبة، من غير ما انها تكون رطبة. كيف تظبطها رطبة؟ لما تجيب تقصها بالموس العجينة تميل، لازم تميل معاك شوية، هذه رطبة. هنا نفتح المعصم، ندير له شوية حفرة في النص، ما نحاولش الحفرة نوصلها للحافة من اللوطة. ناخد التمرة متاعي اللي موتياتا ونحطها في النص، العجينة اللي من الجنبين نبدأ نلمها لبعض، ونضغط من فوق بشوية ومن الجنب. شفتوا ايديا كيف ايديا اللم العجينة نضغط عليها كلها. بالنسبة لي أنا من العجين المعصم ما نقعدش نبرم فيه بإيدي، أو هذه الطريقة ما تخليش إن التمرة تتحرك يمين يسار، ولا يعني يتحرك مكان يقعد فوق أكتر لوطة أكتر. مجرد إني في الأول الفتحة اللي من اللوطة ضغطت عليها نقلبه على طول، نبدأ نساوي بيديا، بنشكل هني على هيئة هرم مش مرتفع من فوق. التشكيلة هذه يعطيني شكل جميل ومرتب، ومرتب من الأول. الموس طريقة الموس بالطريقة هي الحواف من اللوطة، باش لما نقصها يقعد المقرودة تقعد نفسها هي كلها مساوية، حتى من اللوطة ما تقعدليش معناها شكلها مش مساوي. طريقة الموسى هي ان نساوي الحواف من اللوطة حرمي، لكن الحدبة متاع اللي من فوق ما هيش عالية هلبة. لازم نعتني بتشكيله من الاول باش لما نقصها يجيني من الاول مساوي، ما نتعبش فيه نقعد نشكل كل قطعه نبدا في ايدي نشكل فيها، تاخذ مني وقت هلبة. طبعا عذرا ان الفيديو تحسه مهتز شويه، لاني غير الفيديو كان طويل نقصت منه، لما سرعت فيه يبان كانه مهتز. انا بالنسبه لما نقص فيه انا واخده طرف كينينكس، لان كل قطعه نقصها التمر بينزل معاي له في الحافة. الموس بيمس التمر، لما بيمس التمر بيبدأ الموس ملبز، لهذا نقعد نمسح فيه بقطعة الكينينكس لما نقص القطعة الثانية ما يلبزليش شكل المقرودة من الجنب. شفتوا هنا العجينة ما مالتش معي، ليش؟ لأنها مش رطبة، لازم ما تكونش رطبة العجينة. راه التمرة في النص جاية بالضبط، التمرة جاية في النص ما تتعبنيش، مش مايلة. طبعا مرات ناخدها القطعة في ايدي ومن شوية الجنبين من هنا بحكم الموس نزل عليها نسويها نفس الشيء ونبدأ نشكل عليه طول. لما نشكل نحاول اني بايدي ما نضغطش على المقرودة على القطعة، لاني لا شعوريا هيك كنا نديروا فيها، نبدأ نشكل ونقعدوا نضغطوا، لان تركيزنا على التشكيل. نلقى روحنا ضغطنا على القطعة شوية ويبدأ شكلها يتغير شوية. نحاول لما نشكل بالمنقاش ما نقعدش اني نضغط عليها القطعة. اضطريت اني نفس الشيء نسواها من الجنبين شوية، لاني من غير ما نشعر وني ننقش نضغط عليها. نحاول اني لما ننقش ما نضغطش على المقرود على القطعة. ما يحتاجش من أول ما نشكله من البداية قبل ما نقصها نشكله هرمي ونقعد نساوي في الجناب بالموس. خلاص هيك هني النقطة هذه هي اللي متخلينيش المقرود اني نتعب فيه. نقشة بس بيحتاج مني شوية وقت، الناس اللي تهتم ان النقشة تكون رقيقة زي هذه. النقشة الرقيقة هذه بتاخذ مني شوية وقت، لكن النقشة الغليظة بصراحة ما تاخذش وقت يعني. شكله جنين هرمي، النقشة رقيقة متقاربة لبعضها، جمال النقشة أن تكون قريبة من بعضها. عسل لي هنا طاب، شكله حتى أنه هو شكل لونه داكن وفايح بالعطر. أنا طبعا العسل لما طاب درت له قطرة من روح العطر،
روح العطر مركز، اللي هو زي كأنه زيت العطر مركز، يفوح المقرود بشكل مش عادي يعني. المقرود يكون طالع سخون، والعسل يكون دافي، دافي بطريقة بسيطة أو بارد يعني. نغطيه كله بالعسل، يبات. أنا بالنسبة لي طريقتي أنا حتى بعد ساعات يكون نسبة تشربة للعسل ممتازة، ممتازة، ما يحتاجش بالليلة وبالتنين حتى ساعات، لأني ما كترتش فيه المية تيبس المقرود، ولما يابس المقرود بيحتاج وقت طويل باش يشرب عسلة. أنا شكله بعد ما طاب أنا نحب تحميرته، اللمعة اللي تشوفوا فيها فعلا هي نفسها في الواقع، مش مجرد إنها كاميرا، فعلا هيك. لأن طريقة العسل ما هوش يكون خاتر ولا يكون 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 يعني يكون زي المية، لازم العسل يكون متوسط. هنا راهو تعرف دقت منه قطعة وهو نفس الشيء، أو حطيت له العسل، حسيت إن بسرعة ما خديه، بدأ يتشرب العسل. بنته جميلة جميلة على الآخر، لأن بنة العطر فيه التمر مفوح بالجلجلان المحمس وشوية القرفة. الجلجلان بالنسبة لي يعني أنا لازم نحمسه، ما نحبش يكون أبيض حتى كطعم، ما فيش بنة يعني، بنته حجنية لكن محمس. بنته جميلة. هنا شكلها فيه شراب فيه شراب العسل، وكنت كيف مطلعتها للتصوير، كيف طلعتها للتصوير ما خديتهاش تاني يوم، صبيت للعسل وخديت قطع منه وحطيتها باش نصوره، وفعلا بنت جميلة.